المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتقوية مكافحة الآفات الزراعية، الدفع ببرامج التنمية في الدرعية، تعيين أنشطة إدارة عصب، فرنسا تعلن إرسال 220 جنديا إضافيا لتعزيز قوة برخان، قتل سليمان جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا، والصين تشغل التلسكوب العملاق. أهلا بكم. يشهد إقليم شمال البحر الأحمر جهود حثيثة لإبادة الآفات الزراعية، خاصة الجراد الصحراوي العابر للحدود ويرقات الجراد المتكاثر في بعض مناطق الإقليم قبل بلوغه مرحلة الطيران. وقد تفقد حاكم الإقليم جهود لمكافحة مثنيا على العاملين في حملة الإبادة. التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل أمير عثمان. دعا حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو لتعزيز المتابعة والمراقبة لمكافحة الآفات الزراعية خاصة الجراد لضمان محصول وفير مع غزارة الأمطار الشتوية. وأوضح لدى تفقده حملة السيطرة على يرقات الجراد في بعض مناطق الإقليم أن الآفات الزراعية تدي مشترك ويتطلب الجهد المشترك، مناشدا إدارات المديريات والمزارعين وخبراء الزراعة تعزيز التعاون. في اللقاء الذي أجراه مع المزارعين وخبراء الزراعة، قال يتوجب العمل بقوة لمتابعة السيطرة على الجراد سواء اليرقات أو المترحل العابر للحدود قبل استفحاله وتقليل أضراره. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في إدارة الإقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيت قبرز قابيهر المشرف على حملة إبادة يرقات الجراد أن ظاهرة الجراد تختلف سنويا حسب الكثرة والمساحة، ولم يتوقف الإقليم عن أنشطة المكافحة، مشيرا إلى أن غزارة الأمطار الشتوية هذا العام خلق الأوضاع الملائمة لتكاثر الجراد والآفات الأخرى، ويتطلب بذل الجهد المضاعف لوجود سراب الجراد القادمة أيضا من إثيوبيا. وذكر أن الحملة جارية بإقامة النقاط في أي مهميمي وغرات وغلبوب وشعب وجيرو وفورو، وقد مكنت المهمة من السيطرة عليه قبل طيرانه وإنقاذ المزارع والمراعي والثروة الغابية، مشيدا بمساهمة الشعب والمزارعين والخبراء وسائقي السيارات. وأفاد المزارعون بأن توفير وزارة الزراعة لمعدات الرش والمبيدات ساعد لإبادة يرقات الجراد وحماية مزارعهم. أفاد الاجتماع التعييني في مديرية الدرعية على العمل للدفع ببرامج التنمية بالمشاركة الشعبية. وأوضح مدير المديرية السيد هبتاي تسفازقي بأن عمل تنفيذ بناء المدارس وإرساء مشاريع مياه في المنحدرات الشرقية بمشاركة المواطنين وقوات الدفاع، وأن خطط قد وضعت لتنفيذ برامج إضافية. وشهد بأنشطة النفير الشعبية لحماية التربة وحفظ المياه وجمع الحصاد، داعيا تعزيز العون الذي يجري لأسر الشهداء والمحتاجين. وقدم المدير التنفيذي في إدارة مديرية الدرعية السيد كيروس قبر مريم تقريرا مفصلا عن الأنشطة التنموية والخدماتية المنفذة في جميع الضواحي، مشيرا إلى أن بعد بعض المدارس عن القرى وعدم متابعة أولياء الأمور أبنائهم الطلاب من المشاكل السائدة. وأشار الاجتماع إلى وجود برنامج لبناء مستشفى مرجعي في مدينة الدرعية وبناء سور في المدارس وضمان مياه الشرب الصالحة. دعت إدارة مديرية عصب في التعيين الذي أجرته لتعزيز مشاركة الشعب من أجل إنجاح تنفيذ برامج عام 2020. وأوضح مدير المديرية السيد تسفاي زرقي أهمية تعيين المميزات وأوجه القصور في تنفيذ البرامج للدفع بالبرامج المستقبلية، مؤكدا الاهتمام هذه السنة لتقوية العملية التعليمية وضمان الصحة العامة ومساعدة المحتاجين والأسر ورعاية المعاقين. وحول البنية التحتية ذكر السيد تسفاي منح الأولوية لإصلاح أعمدة إنارة المدينة وصيانة الطرق وإصلاح خط مياه حرسي العصب. وأشار إلى التطور الملحوظ للنشاط الرياضي، موضحا وجود شباب ينضم إلى المنتخب الوطني تحت سن 15 نتيجة جهود تقوية المشاركة خاصة المرأة وإقامة الفرق وإصلاح البنى التحتية الرياضية. أشاد مدير مديرية مقولو السيد أبراهام كيداني بمشاركة السكان والشركاء لتنفيذ البرامج الموضوعة عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة.
وأوضح في الاجتماع الذي عقد يوم 16 من يناير الدفع بعملية رفع الإنتاج الزراعي التي جرى العمل عليها بتوسع العام الفائت. وتناول الاجتماع بتوسع ميزات وقصور العمل عام 2019 موضحا حصاد محصول وفير الخريف الماضي ونمو جيد للمرعي. ودعا المزارعين لتربية أبقار الألبان عبر العمل في جمعيات تعاونية. وناشد الاجتماع إيجاد حل لمشكلة المياه وتوسيع الخدمات الصحية في المناطق النائية ومنح الأولوية لتوزيع الأراضي. أوضح مدير مدرسة برداديما الأستاذ صالح أحمد أن بدء المدرسة الجديدة الخدمات التعليمية قد حل مشكلة العملية التعليمية في القرية الواقعة في ضاحية قدم لحزين بمديرية فرو. وذكر بأن تجميع قريتي أبروري وبرداديما في موقع مناسب مكنت الأطفال من العمر 9 وحتى 14 الذين فاتتهم فرصة التعليم من الجلوس لمقاعد الدراسة ضمن برنامج عريوت لالتحاقهم بنظرائهم. وأشار إلى المشاركة المرضية للطلاب في التعليم نتيجة أنشطة التوعية المكثفة. وأفاد الأستاذ صالح أن المدرسة تستقبل هذا العام الدراسي أكثر من 160 طالب بينهم حوالي 70 طالبا. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم. اتفقت فرنسا ودول الساحل الأفريقي الخمسة على تعزيز التعاون العسكري لمكافحة التمرد الجهادي الذي يهدد المنطقة وفق ما أعلن قادة الدول عقب قمة عقدت في بو في جنوب غرب فرنسا. وأعربت دول الساحل عن أملها بأن تواصل الولايات المتحدة دعمها البالغ الأهمية لمكافحة المتطرفين الإسلاميين، وذلك بعد ما أكد الجنرال الأمريكي بارز أن البنتاغون يدرس إمكان تخفيض عديد قواته في إفريقيا. كما أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إرسال 220 جنديا إضافيا إلى الساحل لتعزيز القوات العسكرية الفرنسية برخان التي تقاتل الجهاديين في المنطقة. وفرنسا التي فقدت 41 عسكريا في الساحل منذ تدخلها الأول في عام 2013 تشدد على الحصول على توضيح من بلدان المنطقة بعد اتهامات بالتدخل وأهداف استعمارية جديدة. في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة خفض عديد قواتها في منطقة الساحل، أعربت دول المنطقة عن امتنانها للدعم المهم الذي قدمته الولايات المتحدة وأكدت رغبتها في استمرارها. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قتل في إطار استراتيجية أوسع لردع التحديات التي يشكلها خصوم الولايات المتحدة والتي تنطبق أيضا على الصين وروسيا، مما يخفف من التأكيد بأن أكبر جنرال إيراني قتل لأنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على أهداف أمريكية. وفي خطابه في معهد هوفر بجامعة ستانفورد لم يشر بومبيو إلى خطر الهجمات الوشيكة التي خطط لها سليماني. جاء ذلك فحسب ردا على سؤال كرر خلال تأكيده السابق بأن استباق مثل هذه المؤامرات كان السبب في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في 3 من يناير على ثاني أقوى مسؤول في إيران. ورفض الديمقراطيون وبعض المشرعين الجمهوريين مبررات الإدارة بأن الهجوم كان يهدف الدفاع عن النفس وكان مدعوما بمعلومات مخابرات لم يكشف عنها بشأن هجمات وشيكة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأهداف المحتملة تشمل 4 سفارات أمريكية. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن بكين بدأت رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم، وستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض. ويبلغ قطر التلسكوب فاست 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم جويتشو جنوب غرب البلاد، ويعرف أيضا في الصين باسم عين السماء. ونقلت رويترز عن وكالة شينخوا بأن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييد التلسكوب عام 2016 ويخضع من ذلك الحين لاختبارات ومراجعات لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.
وقال جيانغ بينغ رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب لشنقوا إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وأن حساسيته تزيد أكثر من 2.5 عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة: قبل سنوات فقدت السلحفاة التايلاندية جودي زعنفتها اليسرى بعد أن وقعت في شباك صيادين، فأصبحت عاجزة عن الحركة وعاشت حياتها في معاناة دائمة في الأسر. غير أن جودي، وهي من نوع السلاحف البحرية المعرض لخطر الانقراض، استطاعت العوم من جديد بكل سهولة بعد تركيب أول زعنفة صناعية لها في تايلاند الأسبوع الماضي. وخلال العام الماضي تعاونت السلطات البيئية في تايلاند مع باحثين بجامعة تشيلالونكورن في بانكوك لتطوير الزعانف للسلاحف البحرية الجريحة اقتداء بمشروعات مماثلة في اليابان والولايات المتحدة. هكذا انتهت مشاهدينا الأكارم نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.